شباب، كيفكم؟ لعلكم طيبين، صحتكم وعافيتكم يا أخ. بتمنى إنكم كلكم بخير وكلكم حضور وما بغياب إن شاء الله. طيب يا جماعة، بعد ما اتعرفنا على لغة الجافا سكريبت وتعرفنا على مجالاته، وبرضه قدرنا طبعا أول كود بلغة جافا سكريبت، عرفنا برضه إحنا كيف نقدر نستدعيه في الملف بتاع ال HTML. هناك أنا كيف أقدر أستدعي ملف الجافا سكريبت، أو حتى أنا ممكن كيف أكتب اللي هو جافا سكريبت في الهيدر هناك. وبرضه لقدام إن شاء الله يعني بنعرف برضه وين نقدر نكتب جافا سكريبت مكان تاني في ملف ال HTML. طبعا في حاجة مهمة شديد هنا، خلينا نوريكم يا جماعة. الكود بتاع الجافا سكريبت او الملف بتاعه انا دايما بستدعيه شنو at the very اللي هو شنو بوتtom هنا تحت شديد. انا بستدعي الملف بتاع الجافا سكريبت ده تحت شديد يا جماعه. ليه؟ لانه اصلا بعدين هو هيطبق على كل العناصر الموجودات هنا، تمام؟ فاذا بقت فوق هو ما هيشوف العناصر اللي اصلا انا عايز اطبق عليهم خصائص او اقدر استدعيهم بالجافا سكريبت هناك، عشان ما اقدر اطبق فانكشنز معينه. فبالتالي هو لازم يكون موجود قاعد اخر ملف موجود تحت هنا. اخر ملف افترض هو يكون ملف الجافا سكريبت حقتك هنا. يلا يا شباب، اتفقنا؟ عشان ما في زول يا جماعه يجي يستدعي لي ملف بتاعت الجافا سكريبت هنا، ولا يقوم يستدعي لي ملف بتاعت الجافا سكريبت برضه فوق هنا. لا، بنستدعيه تحت هنا خالص. زي ما قلنا، أنا محتاج له يصل لكل العناصر الموجوده فوق هنا. فبالتالي لازم انا استدعي ملف الجافا سكريبت تحت هنا. هو ما زيه زي ملف بتاعت السي اس اس الموجود فوق، تمام؟ بالتالي كده يكون بالطريقة الصحيحة اللي أنا بستخدمه ملف الجافا سكريبت. طيب يا جماعة، خلينا نتعرف على واحدة من المفاهيم الجميلة جدا والظابطة، اللي هي الفاريبلز. وأنا الليلة حتى أنت إذا قبل كده سميتها بالفاريبلز، أنا عايز أغير طريقة تفكيرك لما تسمع بكلمة فاريبل. انت لما بتشوف كلمة variable ده معناه والله يا اخي عبارة عن مثلا اسم كده وعنده value كده. لا يا عزيزي، خليك فاهم انه الفاريبل ده ما هي الا حجز مساحة في الذاكرة. الفاريبل انت مجرد ما قلت فاريبل ده معناها مساحة في الذاكرة يا عزيزي. شفتها؟ ده الفاريبل، ده فاريبل، دي الذاكرة بتاعك ثابت معك. اديك مثال بسيط يا حبوب. انت الليلة مثلا مشيت، عفوا، انت الليله مشيت مثلا اجرت البيت، ظابط معك؟ البيت اللي اجرته ده قاعد في حته معينه، كويس؟ حي معين. يلا الحي ده باعتباره الذاكره هنا. ودي بيوت، وده بيت جارك، ظابط معك؟ البيت اللي انت اجرته ده ممكن تسكن مباشر فيه او ممكن ما تسكن مباشر، صح ولا ما صح؟ اذا مجرد ما انت جيت استاجرت البيت ده، البيت ده خلاص اتربط باسمك، في مساحه معينه اتربطت باسمك. المساحه دي كونها تكون فاضيه ولا تكون مليانه ما مهمه ابدا يعني، و200 يتملي برضه اصلا ما مهم. اذا ده مفهوم بتاعت الفاريبل باختصار شديد، ثابت معك؟ الفاريبل ما هي الا مساحه في الذاكره. فعشان ما في زول تاني يقول لك فاريبل ده مثلا اسم وعنده قيمه والكلام كده ما ينفع. لا لا، فاريبل ده هو مساحه في الذاكره بغض النظر كان عنده قيمه ولا ما عنده قيمه. ده مفهوم بتاعت الفاريبل باختصار يا شباب. تمام؟ طيب ده طيب في الجافا سكريبت يا جماعه، انا الفاريبل عندي عده طرق بعرفه بيه. بعرف بمتغير، يعني كاني انا مثلا جيت اعلنت جاري لي بيت معين يعني، خلاص. طيب انا عشان اجي اعرف متغير في الجافا سكريبت، انا عندي اللي هو 3 انواع، دي بسموهم ايدنتيفايرز، كويس؟ هو ما ايدنتيفايرز لكن ما اعرف كي وورد ايدنتيفايرز، حاجه زي دي يا اخي. انا مفاتيح انا بستخدمها عشان اعرف به المتغيرات، ظابط معك؟ طيب انا اجي اقرا امسك عنده 4. طيب عنده var، كويس؟ وعنده let، وعنده كونست. معلش يا جماعه، عنده 3 بس والله ما عنده 4، تمام؟ طيب يا جماعه، الفار دي جات في حاجه اسمها اكمل سكريبت، هنعرفها لقدام. جات وغيرت، ضافت اللي هو الليت والكونست. ده عشان في حاجه معينه كده نحن محتاجين لها. لانه الفار ده عنده مشكله يا جماعه. الفار ده لو انت مثلا كان عندك ليه وقاعد بلخبطك يعني، تمام؟ المهم الفار يعني انت تقدر تسأله من اي محل في تفاصيل كده. المهم هنا لما نيجي نتكلم في الهوستنج بعدين هناك هنعرف. عموما احنا هنعتمد على اللي هو الليد، وهنعتمد على الكونست، الاثنين دول كي ووردز عشان انا اقدر اعرف بيهم اللي هو متغير في الجافا سكريبت. طيب خلينا نعرف اول متغير بلغة الجافا سكريبت. حلوين؟ اتفقنا؟ طيب يا جماعة راحكم نيجي نستخدم الليد. تمام؟ الفرق بين الليد والكونست شنو يا جماعة؟ برضو بنعرف خلال الموضوع ده. طيب اول متغير انا داير اكتب اسمي، بحب اسمي شديد. اسمك منو؟ مصعب، كويس؟ اوكي، اسمي مصعب، ظابط؟ ده كده اسمي ظابط. طيب احنا قلنا عرفنا متغير لما داير نجي
نتبعه طبعا نكتب له شنو كونسول هو دوت لوج. كويس. نيم ده كان زمان بنكتب النيم جوا، انا حاجة اكتب النيم هنا. كويس. طيب انا همشي وين؟ همشي ل مكان ما هو كان موجود جي اس توتوريالز اتش تي ام ال، وهاجي هنا تمام، وهفتح الانسبكت تمام، وحاجة القى انه تبع لي مصعب بكل حب. تمام. طيب في زول بيقول لي يا اخي والله آه، انت عملت بالليد طيب ما تعمل بكونست. نقول لك جدا ما عندي مشكلة. كونست مثلا، كونست ده خلينا نقول مثلا فاذر. كويس. مثلا كان هو طبعا اسمه علي. تمام. وبرضه ممكن نيجي نعمل كونسول دوت لوج. كويس. وحاجة اكتب هنا فاذر. كويس. فلو جيت هنا هعمل ريفرش هيتبقى لي علي. تمام. يلا الفرق وين هنا؟ الفرق طيب تعال كده نقوم نغير ده فازر ده فاذر، او خلينا نيجي نغير نيم. كويس. نيم يساوي ستينج. كويس. او سترينج شنو يا اخي ستينج. لو جيت هنا ممكن كونسول لوج. تمام. خلينا نقول هنا نيم، دار تتبع النيم دي. تمام. كويس. لو جيت عملت ريفرش كده string is not defined. طيب هو على تو براكتس كده عددني شنو string. كويس. طيب تعال نجي نغير فازر. فازر مثلا أنا هنا قلت له الي صح، نسوي الي مثلا واحد. تمام. خلينا نيجي نحاول نتبعه. خلينا نيجي نحاول نتبعه. بيديك شنو invalid assignment to const father. كويس معك. ما بتقدر اللي هو تسجل، ما بتقدر تعيد اللي هو شنو اسناد قيمة ل father. ظابط معك. الكونست هو الثابت. ظابط معك. الكونست يعني زي ما هو كونست معناه ثابت، اذا الكونست اصلا هو ثابت. يعني القيمة بتاعه انت اللي قدام ما بتقدر تغيره ايا كان، ما بتقدر تغير القيمة بتاعت الكونست ده خالص. فبالتالي لما يكون عندك حاجة انت اصلا اوريدي ما هتغير قيمته اللي قدام، فمفترض شنو تعرفه بكونست من البداية يعني. اما انت لو محتاج مرونة في انك تغير الحاجة دي، تغير القيمة الموجودة في المتغير بتاعك او القيمة الموجودة في مساحة الذاكرة اللي هناك دي داير تغيرها لقدام، فمن البداية انت بتعرف اللي هو ب اللي هو الليد. كويس. فبنتفق انه عندنا الليد وعندنا الكونست وكده. طيب يا جماعة نجي لطرق تعريف المتغيرات ثابتة. عندك طريقة تعرف بيه كده كامل كيس، مثلا name string كده، او مثلا name خلينا نقول كده يعني هو ما منطقي شيء لكن كتبناه يعني. طيب name، او خليها عشان تكون كويسة شوية يكون first name مثلا first name. كويس. انت بتعرف المتغير بالطريقة دي، واذا جيت تبعته هنا هيديك مصعب يعني. تمام. هنا ممكن تجي تقول له الفازر بيصادف اللاست نيم او سكند نيم او ميدل نيم، خلينا نقول لاست نيم. تعرف بالطريقة دي. ولو جيت برضو حاولتها طيب يعني حاولت برضو قلت اللاست نيم او مثلا لاست فاذر لاست فاذر يا اخي في زول عنده اكتر من اب بديني علي هنا. تمام. دي انا سميت المتغير اما بالطريقه او بالطريقه. في ناس بيحبوا يا اخي انا والله داير ابداو بحاجه تانية غير الاسم. ايوه جدا ممكن تبداو باندرسكور يعني. تمام. وتجي هنا تدي برضو شنو اندرسكور. طيب اندرسكور برضو كده ما في اي مشكله يعني. تمام. في زول بيقول لي يا اخي انا اندرسكور ده ما داير، انا عايز ابدا برقم. طيب نشوف انت لو قادر تبدا برقم. وبا variable declaration expected غلط من البدايه وما بتقدر تعرف برقم. في حاجه خلينا نتفق، لو ما بتقدر تعرف برقم ما بتقدر تعرف بدولار ساين او هنا ما بتقدر تعرف بهاش، ما بتقدر تعرف بدولار ساين، ما بتقدر تعرف بامبرسنت، ما بتقدر تعرف بعلامة يساوي، ما بتقدر تعرف بأي شيء تاني. أي سبيشال كاركتر الوحيدة المقبولة إنك تعرف به المتغير فقط عندك الاندرسكور. غير اندرسكور انت ما بتقدر تبدا المتغير باي شيء تاني غيره خالص. ما بتقدر تعرف ليه مثلا اعرف متغير باندرسكور دي ليها استخداماتها، لانه في لغات تانية بتستخدم الحاجة دي زي مثلا في بايثون بيعمل بقى اللي هو
بيشتغلوا بها الموديولز والباكجات والحاجات دي. عموما هنا انت عندك بس غير الاندرسكور ما عندك حاجه تانية تقدر تستخدم عشان تعمل بيه ديكلاريشن للفاريبل بتاعك. فبالتالي التزم بانك اما تعمل كده اما تعمل كده، او كمان في طريقه تانية انك آه تعمل كابيتالايز لاي اسم. يعني لو كان عندك اسمين مركبات، اي اسم اول تقوم شنو تعمله بالكابيتال، يعني الاسم الاول بالكابيتال، الاسم الثاني في كل اسم اقصد كل بداية اسم تعمل كابيتال لو عندك اسماء مركبات. او مثلا تكتفي بانه الاسم الاول، تمام، الاسم الاول يكون سمول والاسماء البقية او بقية الاسم الثاني بداية حرفه او بدايته يكون شنو كابيتال. اتمنى يكون فاهميني في الحتة دي ظابط. فاذا عندك اكتر من طريقة انك تعرف بها متغير، تمام، لكن برضو عندك شروط بيمنعك عشان ما تجي تتفلسف كتير بعدين يعني. تمام. طبعا نجي نسمي الحياة، نسمي الحياة اللي قدامنا. قدامك انت اللي عندك حاجه اسمها الليد دي كيورد ثابت. وبعدين الكيورد دي ما مسموح لك انك تعرف به. هسه لو جيت قلت له ليد غلط، ما مفترض تعرف بالليد. ليد كونست غلط، ليد فار غلط. اذا في ريزيرفد كيورد، في حاجه اسمها ريزيرفد كيورد، دي بتكون لغات حاجزاها اللغه، انت ما ممكن شنو تقدر تستخدمه تاني خالص. يعني ما بتقدر تعرفه خالص، ما بتقدر تعرفه لانه اصلا المحرك بتاع الجافا سكريبت حيفهمه بطريقه تانية. تمام. فيلا طيب يا جماعه، يعني كلمه المحرك ده خلينا نسميه حاجه تانية كده. في حاجه اسمها كومبايلر وفي حاجه اسمها ترانسليتر، صح؟ خلينا نسميها ترانسليتر، ما مشكله. في مترجمات وفي مفسرات، ما مشكله، احنا نديها الاسم التاني ده. كويس. عندنا تاني شنو؟ ده اسمها كيورد. ظهرت معاك دي انا بسميه الايدنتيفاير، ده المعرف، ده اللي بتوريني انه نيم بتاعت الفاريبل حقتي ده نسميها ايدنتيفاير. دي الفاليو بتاعه. كويس. كامله كده العمليه دي كلها كده بيسموه شنو؟ ديكلاريشن. ديكلاريشن يعني let first. لما تجي العمليه دي بيسموها عمليه بتاعت الديكلاريشن، يعني عمليه بتاعت اعلان. انا بيجي باجر البيت بكلمها يا هو انا اجرت البيت ده زايد معاك. انا جيت زوجت الفلانه دي شات شري وانا اسوي دي خلاص والله بقت حقتي يعني. تمام. البروسيس دي كلها بسموها اللي هو الديكلاريشن. ظابط معاك. ده انا بسميه الايدنتيفاير، ده انا بسميه الكيوردز. ظابط معاك. والكيورد انا ده ريزرف ما بقدر استخدمه اللي قدامي يعني. تمام. فا يا جماعه احنا بنمشي بالطريقه دي لانه احنا مفترض نفهم اللغه، يعني نفهم الاساسيات بتاعها، ما نقدر نحفظ يعني. تمام. نفهم الحاجه اللي قدامنا دي، بعد ذاك شنو نقدر نمر ليه قدام. طيب هلا يا جماعه انا ممكن بس اعرف اسماء كده؟ لا، انا ممكن اعرف حروف. يعني مثلا حاجه اقول له كونست، مش حروف، ارقام يعني. كونست مثلا خلينا نقول افريج. افريج مثلا يساوي كم؟ 3.90 يعني. تمام. هنا لو جيت قلت له افريج وجيت هنا فممكن اوكي سوري، في there is something wrong هنا. average 3.90 يعني. طيب في ناس بتحب حاجة تانية like alert. دي الاليرت يا جماعة. كويس. الناس اللي بتحب الحاجات تسهر لي في وشهم وتضغط بوتونز كده، ممكن تجي شنو تظبط في الاليرت هنا. طيب في زول بيقول لي هل ممكن انا استخدم اتبع متغيرين مع بعض؟ ايوه ممكن تتبع متغيرين مع بعض. مثلا ده فيرست نيم صح، ولاست نيم ممكن تديه الحاجة دي كده عشان يتبع لك بين الاتنين يعني مساحة فاضية. وبعدها ممكن تديه شنو لاست فاضل كده. تمام. فعشان بس تيجي تشوف انه تبع لك اللي هو مصعب عليه تبع لك الاتنين ديل، ما في مشكلة بيتبع لك. ليه بلا قدامنا هنا نتعلم التيم ليترالز والحاجات، وعندنا حاجة جميلة جدا مع الجافا سكريبت. فأتمنى بس إنه الناس تركز في كل محاضرة نحن بناخدها. قصدنا إنه تكون يوم بعد يوم عشان ما تكون عصر شديد، والناس تقدر تركز في الحياة اللغة. أنت أيوة ممكن تشوف المعلومات دي هي بسيطة شديد قلتها أنت حفظتها، لكن كونك تفهم الحاجة دي وتستوعبها محتاج وقت الصراحة يعني. تمام. انت تستوعبه الليله، مش تستوعبه انه الليله وتخليه، لا تستوعبه كل مره تسوقه معاك. يعني لما يجيك مفاهيم جديده انت تكون شنو المفاهيم القديمه دي اوريدي انت مستوعبها يعني، ظابط معاك عشان تقدر. لانه كل البيانات دي مبنيه على بعضها البعض. المعلومات
معلومه بتكون معتمده على القبليه والقبليه 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 في نستين كده، عرفتها لحد ما اخر معلومه هتدوق له اول واحد ده. انت الليله اذا ما عرفت الفيريبل ده معناه شنو لقدام، ما هتقدر تشتغل اي حاجه. انت ما عرفت الفيريبل معناه شنو، يعني شنو ده طيب حيبقى لك. لما تمشي للفانكشن ما حتعرف حاجه فيها، تمشي لمفاهيم كل ما مشيت لقدام هتلقى انه المفهوم ده مرتبط مع حاجه بعديه، ومفهوم ده مرتبط مع حاجه بعديه. فانا انصحك يعني انت حتى اذا بتدرس لغه برمجه تانيه لازم تفهم الحاجه اللي اللغه اللي انت شغال فيها ده كويس يعني، وما تستعجل شديد يا مان، تستعجل شديد. وان شاء الله نتلاقى في المحاضره الجايه.